معقوله لو خسيت مقاومه الانسولين هتزيد؟ احنا عارفين ومتعودين انك عشان تقلل مقاومه الانسولين لازم تخس. طب ايه موضوع انك لو خسيت مقاومه الانسولين تزيد دي؟ تعالوا نفهم مع بعض. في حاجه اسمها ساركوبينيك اوبيزيتي، ده عباره عن ضمور او انخفاض في الكتله العضليه، وهي انه مع زياده السمنه والدهون بتقل كتله العضلات، وعشان كده بيحصل ان بتقل قوه العضلات وبيقل البرفورمانس والاداء الرياضي معاك. طب وده مرتبط بقى ارتباط شديد جدا بمشاكل التهابات الجسم وامراض القلب والاوعيه الدمويه والتهابات الاوعيه الدمويه والكلام ده كله. وهنا بيحصل في اختلال كده في وظائف الميتوكوندريا اللي هي مراكز انتاج الطاقه في الجسم، وبيحصل معاها خلل ومقاومه للاحماض الامينيه زي مقاومه الخليه كده للجلوكوز بالظبط. وهنا بقى لو حصل العكس هتزيد مقاومه الانسولين، يعني بمعنى ان لو كتله العضلات ابتدت تقل او قلت بسبب ما، الميتابوليزم وحرق الدهون هيقل ومقاومه الانسولين هتزيد، ويبتدي الشخص هنا يحصل تراكم عنده للدهون في منطقه البطن والجناب. هتيجي تقول لي يا سيدي طب والعضلات دي تخس ازاي؟ يعني العضلات بتخس مثلا لو سعادتك عامل نظام دايت تخسيس سريع. الناس اللي بتفرح اليومين دول ان وزنها بينزل بسرعه وهي مش واخده بالها انها بتخس نسبه عضلات مع الدهون اللي نزلت. عشان كده خلي بالك وانت بتخس، مع انك بتخس بس ممكن بعد شويه او بعد فتره تزود مقاومه الانسولين بسبب ان عضلاتك قلت.